تخيل إن ده حرفيا حجم شخصيتك القديمة، وده حجم شخصيتك الجديدة اللي أنت بتحاول تبنيها. هل برأيك لو إحنا بصينا من ناحية الحجم، هل الجزء الكبير خالص ده ممكن يغلبه؟ والإجابة أكيد لأ. وده مشكلة بتبقى على أساسها سبب الفشل، بحيث إن وقت ما إحنا بنفكر في التغير وبنبدأ نبني بعض الحاجات من الشخصية اللي احنا عايزين نكون عليها. زي ان انا مثلا شخصية عصبية مش عايز اتعصب لان بخسر ناس، وده مش حاجة اللي هو انا طبعي كده، لا دي حاجة انا عايز اغيرها، وشايف اني اكتسبتها بسبب مثلا كان ضغوط نفسية، مشاكل مريت بيها. المهم، فانا لسه ببني العادة، لسه بقى بحاول اكون هادي كذا كذا كذا. مروحش مرة واحدة، ده بالنسبة للعادة الواحدة اجبر نفسي ان انا عايز اكون 100%. مش ما اتعصبش خالص، مش هينفع. وزيد على كده بقى الأسوأ، مش بس إن الواحد يفكر بالشكل ده بيفكر بالعادات كلها. بمعنى لو كان عنده عادات، 5 عادات سيئة أو 5 حاجات جوه نفسه عايز يغيرهم، بيفكر في تغييرهم مرة واحدة. فإذا كان ضغط الشيء بحد ذاته، الشيء الواحد، وقت ما الواحد بيفكر يغيره بشكل كامل مش واحدة واحدة، بيبقى بيحسس إنه كاره نفسه، اللي هو ضعيف، إن هو عاجز، اللي هو إلى ذلك. ما بالك بقى إن للأسف إحنا بنحاول دايما نعمل كل حاجة مرة واحدة، إنك تعمل أكتر من عادة، ده تحس إنك هتسحق حرفيا. وفي، لو هدي نصيحة في الموضوع ده فامشي بمبدأ بيقولك لو اللي هو غالي والضفدعة. وده مثال جميل جدا حاسه. وهدي مثال في حياتي الواقعية بعد ما أقول المثال، اللي هو وقت ما أنت لو جبت ضفدعة وحطيتها في مكان في مية مغلية هتنط، ولكن نفس الضفدعة لو حطيتها في مية باردة وبعدين بدأت تشغل، ولعت النار تحتها، المية هتفضل درجتها تعلى، وهي تتعود إن المرة بتعلى أو مرة واحدة لحد ما المية بتغلي وهي تموت. تمام. فبالمثل بالنسبة لسواء بناء عادة أو حتى هدم عادة أو أي شيء، لو أنت خدتها واحدة واحدة واحدة، الجزء اللي جواك اللي ممكن الكبير ده اللي هو هيبقى مقاوم ليك، اللي هو يبقى عادي مش هيحس، لحد ما ممكن نقول الجزء اللي أنت عايز تبنيه يبقى خلاص ثابت وراسخ، مفيش حاجة تقدر تهزه، وممكن ومنه تكسر الجزء المضاد ليه. تمام. زي مثلا حوار عادة التشتت، التركيز، وقت ما التركيز عندك عضلتك تكبر خالص هتقدر تقضي على التشتت بشكل كامل. لكن ما ينفعش اللي هو لسه بتبني تركيز وتبقى عايز تقضي على التشتت بشكل كامل، لأن في ضغط نفسي يطلع يقضي على الجزء ده وده يستمر، لأن ده هو اللي مترسخ دلوقتي. وعشان أدي مثال للجزء ده، أنا بالنسبة لي وقت ما بدأت أعمل تمارين، في الغالب كنت أعمل تمرين اللي هو حوار التمرين اليومية اللي كان في التطبيق، أو حتى كنت بروح جيم، كنت بروح أنزل طح. تمام. فالموضوع بما فيه حصل التالي، كنت بستمر أسبوع أسبوعين بالكتير وبعدين أوقف. لحد ما بالنسبة لي في حوار واحدة واحدة بدأت أعمل تمارين من خلال إن أنا أطلع على السلم بتاعنا اللي هو حوالي 3 أدوار كده، أطلع وأنزل 5 مرات. بعدين الموضوع على 10، بعدين 20، ممكن في حوالي شهر أو شهرين. بعدين بقى بدأت أعمل تمارين ضغط بقى، تمارين كذا تمارين كذا، لحد ما الموضوع وسع مني، لحد بقى ساعة ونص، ساعة ونص أنا بعملها. وبقى اللي هو بالمعنى الحرفي جسمي كله مية من كتر الحركة وهكذا، ولا أي حاجة، على عكس العادي. فبقت عادة بحد ذاتها، وبقت مترسخة وبقت ثابتة، وبقت مفيش مقاومة داخلية ناحيتها، إن الجسم واحدة واحدة عودته عليه. الجزء المقاوم بالنسبة لفكرة إن أعمل تمارين مكثفة. فبس الموضوع اللي أنا بقوله ده على قد ما هو بسيط وعلى قد ما هو سلس وجميل، ولكن صعب جدا. وأنا مش بقول كده عشان أحبطك، ولكن بقول كده علشان أنت تعرف، ولا إنك تصبر على نفسك. فكرة إنك تروح تعمل 5 ضغط بس، أو حتى واحد ضغط لمدة أسبوع، صعب جدا. أنت هتقولي مثلا طب ما أنا أعمل 5 مرة واحدة، ده مثال مثلا. لكن الفكرة مش فكرة الكمية، الفكرة في الاستمرارية. فأنت بتبدأ واحدة واحدة وبتكبر واحدة واحدة على فقط. ما تفكرش في كمية الشيء، فكر في عدد، يعني الكمية إنك قليلة، فكر في إنك استمريت إنك عملت الحاجة دي أكتر من يوم. مش إنك عملت الحاجة دي مرة واحدة اللي هو ضغط واحد بس، لا أنت عملت ضغط لمدة 5 أيام. بص على الإنجاز بعدد الأيام اللي أنت هتستمر بيها، إن كل يوم بتستمر فيه
بيبني لك اللي هو الريتم اللي على أساسه هتكبر في الحاجة اللي أنت بتبني فيها، وهتدعم الحاجة التانية. كل ما أنت تيجي تبني حاجة جديدة هتلاقي الموضوع بدأ يبقى سهل، لأنك أنت بقيت إيه، شاطر في البناء بحد ذاته. بس. وبالتوفيق. مع السلامة. وآخر حاجة، لو أنت عايز تتكلم معايا في أي حاجة تخصك، فيما يخص الحاجات دي أكتر، كلمني. أنا سيب حوار التواصل معايا تحت، عشان ممكن، مش عارف. ولكن بص، هو لو أي حد يحتاج يتكلم معايا في أي حاجة يجي يتكلم معايا في حاجة. مع السلامة.